ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام كويسين والله الحمد لله. لسه عارف عليك. طب بعد اذنك ابعد ماشي كده عشان بعرف. لا بقول لك ايه، اوعى بقى ما تقرفنيش. بنسلم على بعض. بتسلم ما اعرفكش انا بسلم على بعض. انت هتعرف عليها في المترو. احنا اتكل على الله بالله مذيعين، عليك. احنا مذيعين زي بعض. يا عم مذيعين ايه؟ انت حلاق اساسا. اسمها مقدم محتوى. ما احنا اسمع. مقدمين محتوى زي انت بعض. مقدم وانا رائد. اهلا كده ابتدينا. ازيكم يا جدعان؟ ماشي يا جماعه، النهارده لكم لوحدينا بس عشان احنا عاملين كده عشان انا بصراحه لسه واكلين. بصراحه انا بقول لك بصراحه إيه، وعايز انام. الطاجن جامد. اول بتاع اسمه ايه؟ كان اسمه ايه؟ ديناميت. 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 الديناميت بتاع الرحماني. احنا مش لازم نقول اسم ما بنقولش اسامي بس هو بتاع الرحماني اللي في البلد. في امبابه عند السلم، لا قبل السلم. لا عند التوحيد والنور. بالظبط. اللي عمل هو- فرعين. اللي هو بقى بيتك. لا ايوه اللي هو بيتك بالظبط بقى جامد جدا. انت جبت ديناميت موتزاريلا، انا جبت طاجن موتزاريلا. احنا الاثنين موتزاريلا. لا ما احنا مش مرتبطين، انا ماليش علاقه بيك، انت تجيب اللي انت عايزه. اتكلموا از افود بلوجر مالك حضرتك؟ ماشي. كانوا فود بلوجر. انت برضو؟ انجلش لانجويج فانكشن. عايز أقول حاجة مهمة أوي. 15 ماي سكول. بعد الطاجن يحضر دور التروبيكانا بيتي. ممكن ما تتكلمش. كوكتيل. انا قلت هيقول حاجه مهمه لقيته كوكتيل. بكوكتيل. طب اشرب الكوكتيل بقى على جنب كده، خليك بالله عليك. احنا بكره هنعمل ايه يا جدعان؟ صحيح نتكلم بجد. احنا كورة اهلي والزمالك هنتفرج بكره. على الماتش فين؟ يا بقى انا في البيت. انت في البيت ايه اصلا؟ اهلي والزمالك في البيت ازاي؟ ما بص هقول لك في طقوس، يعني نتكلم براحتك. اهلي والزمالك ايه طقوسك في المباراه؟ هتفرج يا باشا مع اصحابنا كده وشويه اهلاويه شويه نمسك في بعض ونضرب في بعض ونخربها بالليل ونكسر القهوه وبعد كده نتصالح بالليل عادي. انت والقهوه. لا مع صاحب القهوه بالرديء. طيب دي ندفع الطقوس لا بتاعتك؟ ده وهتفرج يا في عم. البيت وافضل اضرب في ابويا يعني انت ولا ايه اعمل الطقوس إيه؟ بتاعتك؟ لا انا ما عنديش، انا على حسب اللحظه بتيجي فين بقعد اتفرج. ده لو انت اصلا اتفرجت على الماتش. ده في حاله ان اتفرجت فعلا. طيب لا سواء انت اهلاوي يا استاذ احمد انا الحمد لله. فعلا؟ مين اللي يا عم ده بيلاقي مين اللي كسب بعد الماتش يقول لك انا معاك. لا ده اخوه. ما هو كده هو ده مستر عبوده. تحيه انا للاستاذ عبوده. كاهلاوي السنه اللي فاتت. تحيه للاستاذ عبوده. لا استنى، انت اخوه بس. ما هو انا سند البتاع. سوري خلاص ماشي. سند ايه بتاعت ايه يعني؟ حلو احنا انا الموسم اللي فات رحت احتفلت في نادي الزمالك. مالك؟ والله ده من كتر قد ايه ده بجد ده بجد؟ أول موسم. وانا رحت ازاي؟ معاك. ما هو الزمالك كان كسب الدفع فرحنا نحتفل. اقول لك لحظه، طب انت بتتريق عليه وانت بتعمل ايه حضرتك؟ أنا هقول لك والاهلي الموقف. وما تجيبليش قناه الزمالك، انت رحت هقول لك. الزمالك؟ لا كان قدام النادي. طب بص ايه؟ الموقف- الناس دي تحترمك ليه؟ ما انا هقول لك عشان ده بقى اسمه الروح الرياضيه. اخرس خالص، روح الرياضه. احنا كنا خارجين. انا عايز اقول لك ان كان في 100,000 مشجع زملكاوي. هناك، منهم مثلا حوالي 700,000 اهلاوي و300,000 زملكاوي. كان قابلنا كميه اهلاويه هناك نقول يا غريبه. عم نقول مثلا اختبار عينه. عايز تختبر عينه؟ احنا كنا رايحين 4. 6. احنا كنا رايحين 6. لا احنا في الاول خالص كنا رايحين 6. و3 زمالك. انت مين ثلاثه اهلي؟ بدوي. انا وعمر وعمروسي. احنا كده 3 اهلي. مين الثلاثه الزمالك؟ أخوه؟ بدوي عبوده وبدوي واسلام. اسلام. عبوده ما رضيش يجي، قال لك مش عايز يجي. عندي وبدوي مذاكرة، نام. عندي حاجة. فرحنا مع اسلام. بقى زملكاوي. اسلام. فاحنا نفسنا احنا رايحين 4، 3 اهلاويه وواحد زملكاوي، يعني 75% من الاربعه احنا اللي رايحين اهلاويه. دي نسبه تقيسها على اللي كان موجود هناك فعلا. لا والله. والله اهلاويه رايحين يحتفلوا قدام الزمالك؟ احنا قابلنا كميه اهلاويه هناك قد كده. طب يا جدعان انتوا بتعملوا ايه؟ قال لك مش عارفين. اه واحد صاحبنا زملكاوي جاي هنسيبه لوحده؟ لا احنا جايين. رحنا. احنا كنا كده، يعني كنا فاكرين يعني احنا لوحدنا اللي عدد كده. قليل. ايوه هم عدد قليل فاحنا بنروح عشان نزودهم. مش حكايه عدد قليل يا اسطى، احنا كنا كتير قوي. انا في كل شبرين قابل اهلاوي. بس ده بيحور يقول لك عدد قليل ما روح رياضيه وبتاع. بس روح رياضيه. بس انت لو اهلاوي مش هتروح تحتفل قدام نادي الزمالك. هو كده مظبوط ولا لسه؟ لا كده مظبوط. كده مظبوط. اصل انا حاسس ان انا ما شفتش حاجه كده زي كده احنا بدانا الفيديو خلاص. لا هو اعتقد ان المفروض كان كده بس. ايا كان هم الناس هم ايه لا احنا كده تمام. انت بتعمل ايه؟ هي كده تمام. بدور على الكاميرا. لا احنا كده تمام. ده- لا خلاص كده. والله تبقى هم جامده. شايفين احسن مننا. هتبقى جامده والله. لا، هم شايفين أحسن هم مننا. شايفين. هتبقى جامده. طب- هي كده احسن. دلوقتي طب بقى انت يعني هتقعد تظبط وتلفه؟ دلوقتي في لا الفوله كده. ولك ايه؟ احنا شغالين دلوقتي. انتوا فين يا جدعان؟ ايه شغالين؟ من امال دلوقتي. محاره ايه اللي شغالين؟ دلوقتي بقى إيه؟ بالنسبه للماتش بكره مم. قلت انت طقوسك وده قال طقوسي.
انا بقى انا ما قلتش طقوس. انت قلت اساسا ايه؟ انت قلت لما تتفرج على الماتش اساسا. المهم خلي تركيز بقى. انا على حسب اللحظه بتيجي فين. يا عم انا اللي بفكرك بالماتش قبلها بساعه، انت مش فاكر الماتش الساعه 6. المهم ده مخرج ايه؟ دلوقتي بقى انا بالنسبه لي خليه عشان الغيه من الكادر بتاعي خالص. الماتش دلوقتي طلعه. انا بالنسبه لي الطقوس بتاعتي ايه؟ إيه؟ اقعد كده في بيت البيت كده انا وعيلتي وبتاع، اتفرج على مدحت شلبوكه، مش مدحت شلبي، مدحت شلبوكه، فاهم؟ والحلويات بقى والقطايف بقى ايه؟ ايمن الكشف. بالظبط. فانت تبقى ايه؟ يبقى عندك ده وعندك ده. حلو. وفي كابتن بلال علام. ايه؟ وفي الكواليني. وعندك الكواليني. هو مين الرجاله دي؟ انا ما اعرفش. ما اعرفش فانا بقى بشوفهم على الفيس. انا بالنسبه لي لما بتفرج على الماتش مدحت شلبي. متعه. ولكن طب ما تيجي احاسبك قدام الناس. لا انا اتفرج على الماتش، في البيت لوحدي. ايه ده ليه؟ دي الطقوس. معلش بس طيب انا نسيت حاجه بس معلش. اديله كام؟ 50 ولا 50؟ الماتش الماتش بكرة. 55. طب الماتش طب هقول لك على حاجه عشان خاطرك انت. يا جدعان ثواني يا جدعان. ايه؟ يا عم بنتكلم في الاهلي يا جدع مش والزمالك. نحاسبك. يا عم الاهلي والزمالك يابا. اعمل واجب مع الراجل وساعه الفلوس الكلام بيتغير. هنا اديله كام؟ انت اللي انت هتقوله انا هديله. يابا طب احنا بعد هنشوف الماتش هو عمروس هيعمل واجب في ايه. بعد الماتش بقول لك ايه؟ بعد الماتش خلصانة هحاسبه كده بكرة. خلاص. المهم دلوقتي كلمه الحق طلعت في الاخر. دلوقتي دي كده فلوسي ورجعت لي الحمد لله. دلوقتي الاهلي عنده حوالي 7 مصابين، تمام، بدون خط يا اسطى دفاع. الاهلي بمنحدر. دي حقيقه على فكره. احنا احنا هم ممكن حضروا نطلع الواد غايبين. الصغير يلعب. ما هو بمان الحضروا نفسهم انت غايبين. صوتك عالي ليه؟ انا وداني تعبان. الحضر غايبين. تعبان يابا. 7 مصابين. انت من شويه بتقول لي انت عارف علي معلول، قلت لك هو احتمال ما ده يلعبش. بقى 8 يعني هو مش 7 بقى 8. الراجل قال لك ايه في موبايلك لغايه ما اتفرج على الماتش؟ واحنا تقريبا فعلا زي ما هنري قال لك احنا هنجمع رجاله كده نروح نلعب ماتش الزمالك بكره. الاهلي كله متصاب ده بجد. الزمالك بس بقول لك ايه، مش محتاجين نعرف ايه الاصابات. هو احنا كده الاهلي باللي موجود هنكسب ان شاء الله يعني. والماتشات دي بالذات بتبقى على حسب الحاله بتاعت اللعيب. بالظبط. يعني اللعيبه دي لو لا بس يعني وجهوا نصيحه لكل لاعب عشان انا عارف ان لعيبه الاهلي والزمالك كلهم سهرين بيتفرجوا علينا. بالظبط. فعلا ده بس لا لو بنتكلم لا لما يطلع ان شاء الله لايف يعني. احنا لما نطلع لايف باذن الله هتبقى الناس متابعه. هو ده مش لايف كده؟ لا هو ده كده يعني. ثواني بس هو دلوقتي بستنتج المخرج دلوقتي ان هو لايف ولا مش لايف؟ هو المخرج بس هو عنده نظره مبعديه لقدام. وانت عندك النظره المبعديه اللي هي اصلا الناس دي اصلا ممكن تفتح اصلا نت عشان تشوفنا احنا. ايوه ما هو لازم تكذب على جمهورك. لا اكذب عليك. هما فين بقى جمهوري؟ انت عارف السبسكرايب اللي عاملين لنا دول مين؟ انت عارفهم، انا عارفهم، الراجل ده عارفهم. هقول لك عارفهم مين يا اسطى؟ انا كنت لسه معاهم من شويه كلهم فعلا. طب بقول لك ايه، طب الناس اللي جنبهم ما عملوش ليه؟ ده انا عايز اقول لك على حاجه. انا اكلت النهارده كشري من ابو ايه. حلو. تمام. وكلت من الرحمن. كان معايا 2 من ال 12 سبسكرايب اللي موجودين دول. 12 ده 12 احنا 12 نزلنا 10 عليه. احنا عدينا 20 خلاص. او انا كنت واقف على 12. لا خلاص. المهم القناه بتاعتنا جابت، هم هيتابعوا القناه معانا. هم هيشوفوا. المهم الماتش بكره بامانه الله توقعك ايه؟ بقول لك على حاجه، احنا عشان خاطر الكلمه دي اي حد المفروض يتفرج على الفيديو يعمل سبسكرايب عشان خاطر يا بلا سبسكرايب بلا بتاع بقى، فككم من الكلام ده يا ابني. يا حبيبي انت المفروض تعلينا. يعني الناس دي دلوقتي اللي بتتفرج علينا احنا مش طالعين نشحت. الراجل ده بص هو بيحب عزة النفس دي هناك. انا دلوقتي هناك ايه؟ في انت بتاع صوت الثاني دي؟ ثواني. ودي طيب ما انا دي بتاعتي انا ودي بتاعتي. عمروس احنا قلنا في الاول احنا عندنا هدف ورساله ان احنا ندخل السرور الى قلوب الناس. ندخلهم بقى. لا الله لما هندخل نور السماء. لا ما نور النور سما في القلوب. قال لك نور السماء. هو قاعد يعمل لك كده مش عارف يعمل ايه. دلوقتي احنا دخلنا لهم السرور. احنا عايزين بقى يدخلونا ايه؟ لايك وشير وسبسكرايب ليه. ما بص صلى على النبي، انت لما تدخل السرور على قلب اخوك ماشي انت كمان هتنبسط. يا عم انا هبقى عشان تبقى ايه؟ عشان تبقى قلب فضلا وليس امرا. لا فضل بتشهد فضلا وليس امرا. بعد اذنكم لو سمحت عشان خاطرنا. بقول لك ايه، لا استنى اطلع على الترابيزه دي وعيط. اطلع ورقص. هيعملوا لنا لايك لا مصطفى نصر مشاركه استاذ مصطفى نصر. طب بس سيبنا نكمل الجمله. استاذ مصطفى جاب واحد بيرقص على الترابيزه. صلى يا جماعه معلش يعني بما اننا ذكرنا استاذ مصطفى نصر يعملوا اشتراك للقناه. يا عم فوقك بقى بلا اشتراك بلا قرف، ما تخليناش نقول الفاظ. يا عم ثواني هتعمل اسكت بقى يا عم تعمل لنا قول يا اسطى بعد اذنك. اول الجمله الاخيره اشتراك بس على الفيسبوك والتيك توك وعلى اليوتيوب. اللي هيعمل اشتراك هعمل له ريموف من القناه. بما اننا ذكرنا استاذ مصطفى نصر. ثواني انت في القناه؟ انا عامل سبسكرايب انا من اول 4 يا اسطى. اول 4 والله ده كان واقف في الصف الاولاني واحنا بنوزع. لا انا قديم في القناه دي. كمل مصطفى. قول
نوجه له تحيه، تحيه لمستر مصطفى، وتحيه برضو للناس اللي في المجال ده، استاذ خالد يوسف ومدام مريم فارس، لان احنا بقى لنا فتره ما بنحييش مريم فارس وده عيب. على فكره مريم فارس من الرواد، دي موجوده من اول عارف زي فيديو. مين؟ زي نوسة الاستاذ. طبعا نوسة الاستاذ ولو واحد من الرواد. لو واحد شغلاهم يا لا لهوي ده على ولا ايام لو واحد كده. عارف شغلاهم. نوسة الاستاذ دي، ده الفيلم اللي هو بتاع خالد صالح واحمد السقا، اللي هو لما كان عامل ابنه وبتاع، والله لا بقى له الله يرحمك يا نوسة الاستاذ دي من الرواد. ابن القنصل. ايوه بالظبط هو ده. خلصت كده. ما انت خلصت على بنت كل حاجه. احنا بعد الاهلي والزمالك والكلام الفارغ تاني وتالت ورابع تحيه لمصطفى نصر وخالد يوسف ومريم فارس بالك ايه الاساتذه. عايزين ننزل لهم هاشتاج فوق طب كده. انتوا ليه مصرين ان احنا نقفل القناه؟ دي فيلا هقول لك على حاجه. لا ليه الناس هنا بتحب الحاجات الهادفه. لا احنا كده بنعمل حاجات هادفه، بس احنا بنتكلم في احنا بنتكلم ان احنا الناس تبقى عارفه ايه اللي موجود في المجتمع. حلو. احنا الناس دي لا دي مش موجودين في المجتمع. تمام. في المحتوى ماشي. انت اتعلمنا يا بتوع المحتوى. انت عايز ايه محتوى ايه؟ انت محتوى ايه؟ انت صيدلي؟ لما احنا نتكلم في الموضوع نخلص عشان الناس ما تزهقش مننا. لا مش خلصنا الكوره والاهلي لسه، والزمالك لا. وقعدنا نعيط انا على كنت لسه الرجاله. بقول دلوقتي توقعات الماتش. يعني الراجل ده يتوقع الماتش. يا اهلي والزمالك ما بيتوقعش، هو يقول لك كده وانت خلصنا. لا انا هنعمل عندي ايه؟ توقع تاني. قول انت بس الاول. الفوز الاهلي كام 2-3 2-3 واحد اي حاجه اي رقم ما مش عارف. 2-3 انا توقعت هم اللي فزوا مش احنا. عيله كده. ما انا قلت فوز الاهلي بعد كده 2-3 يبقى الاهلي اللي هيجيب اكتر. يا جونين يا 3. 3-2 للاهلي هو. يلا ماشي انت. 2-1 للاهلي. انا ما اتوقعش المباريات الكبيره دي. انا بنعتذر اقسم بالله. انا كنت بهودك. على حسب. طيب خلاص نقفل بقى الكلام على حاله اللعيبه. نقفل بقى الكلام وكمان ماتش اهلي وزمالك ماتشة كبيره. ايه القرف ده؟ بس انا على فكره انا بعد كاس العالم بعد بجد اقسم بالله بتفرج على الدوري اصلا. وانا معاك بصراحه بتفرج عليه. انت بتتفرج على غزل المحله؟ لا ثواني لا مش لا انت ما تغلطش. انت عارف هداف الدوري بتاعك مين؟ مين؟ احمد الشيخ. عارف احمد الشيخ ده فين؟ مين؟ في غزل المحله اللي بتتريق عليه. ده مبدئيا. وعارف عبد الرحمن اجويرو عارف عبد الرحمن بيلعب في غزل المحله. وكان في لاعب اسمه سافيو. لا ده في الاهلي ده في الاهلي صح. لا مش برونو سافيولا. سافيولا. ايوه ده من هدافين سافي. الدوري. ده برونو سافيو صح. وفي شريف ديابو. لا وفي عبد الرحمن جبنه. في عبد الرحمن في جابو. حد اسمه زبده برضه. وفي زبده. وفي زبده. انت عايزين تتعشوا ايه؟ لا لو سمحت ممكن اراجع الاوردر تاني. يا اسطى طب بقول لك ايه، لا خلينا انا ليه شوف عايزين حاجه حاجه تبني اللي ماسكه الحاجه اللي الناس كلها بتتكلم فيها الزياده فرقت معاك في ايه ده بجد بقى؟ ان هو ما بقاش يلبس اللبس بتاع زمان. لو سمحت انا بقالي يجي 3 سنين ما جبتش لبس اصلا. بجد؟ بقول لك ايه؟ انا نفس الترابيزه وعيط. استنى بعد اذنكم يا جدعان معلش سبسكرايبات بقى ولايكات عشان نجيب هدوم. يا عم الحاج انا كده بقالي 3 سنين ما جبتش ايه اصلا انت معيطه ليه؟ لو المصحف ما بهزر انا بقالي فوق 3 تيجي ننزل بكره اجيب لك هدوم. لا انا بتكلم بجد. انا فاكر انا بقالي 3 سنين فعلا ما جبتش لبس. بالراحه هو بيكلمك في الزياده اللي هي اللي عامله ترند يعني مش في زياده الوزن. انت فاهم غلط. زياده الاسعار. انت الطاجن لسه في دماغك. انت الطاجن لسه في دماغك. انت اكلت ايه يا اسطى؟ لا يا اسطى انت لو بتتكلم في الزياده في موضوع الاكل ده فانا واكل النهارده 4 مرات. فالموضوع ده ما اثرش معايا في حاجه. بس يا جماعه المخرج بتاعنا بيترمل بس. لا والله انا واكل النهارده كتير قوي. ولعلمك مني قاعد في البيت يعني اليومين دول فانا عمال ما بعملش حاجه اني باكل. هو بقول لك ايه بيتكلم فرقت معاك على فكره انت الحمد لله. هو بيكلمك ايه الترند في مجتمعنا. ما انا عارف واتكلمنا في موضوع زياده الاسعار ده. لا ايه أيوة، ايه إحنا ايه اللي انت شايفه؟ لا انا بتكلم مقترح. بنتكلم دلوقتي انت عندك مقترح للناس اللي شايفه ان البيض بقى والكلام ده مقترحات خفيفه يعني اللي مش البيض اللي غلي والكلام ده. اقول انت مقترح انا اقول مقترح. ننزل نجيب هدوم بكره. مش عارف الصراحه. اصل اقول لك ايه تعالى نقاطع. انا عن نفسي مش حاجات تقاطع. بص صورك حاجه مش تقاطع. استكفاء. شوف يعني ابيض انا هعملها ازاي دي؟ يا عم الحاج يابا انا مستفاد معاك اتفاق. ما يابا تفكرش مش اتفقنا؟ اتفضل يابا على اللي بيفكر. قول. ما انت بتقول استكفاء استكفى مفيش غير ان حد فينا يبيض. احنا ايه انت ممكن انا ما جربتش بس فسيولوجيا تقريبا ما ينفعش. طب ثواني طيب كمل بس كمل. احنا ممكن نرقد. انا ممكن اقعد على البيت عادي.
طب قول. وكمان بوزن انا ممكن اكسره. ما تستناش مني إيه ده حاجه. يعني هيفقس؟ طب دي حاجه حلوه. يا عم قول يا عم. مش يا عم. لا والله هو انت يا باشا، انت مثلا الحاجه اللي تحاول تشوف لها بديل. يعني انت ده غصب عنك، انت مش بمزاجك. طب البيض ايه بديله؟ مش لازم بيض. لا انت طب ممكن اللحمه الفراخ ايه بديلها؟ عادي برضه. اللحمه الفراخ مش مهم برضه لحمه. الراجل بيقول لك شوف بديل. انت كل الحاجات دي لما تلغيها طب انا بدور على بديل ليه اصلا؟ احنا كان ممكن نقول طب نلغيها، صح؟ مقترحك وانا اقول مقترح عشان ما ندخلش على بعض. انت كنت شغال في ورشه؟ انت كنت شغال في ورشه؟ هدخل في شغلك؟ تدخل في شغل؟ احنا مبيضين، احنا قاعدين بالنيل، احنا انت نجار. طب ايه ده ادخل في شغل؟ قول مقترحك. هو الواد ده لسه مخلص ورشه وجاي؟ قول مقترحك. يا جدع قول مقترحاتك عشان ازهق. طب تأدي. خليك في حالك. والله ما مش هتلمسها، اتكلم قول. دي لعبه. خليك في حالك. طب انت عرفت لغايه دلوقتي اسمها؟ ما اعرفش. روكيت. اتكلم بس عشان ماليش بالي. لعبه الروكيت. لعبه الروكيت الشقيه. طب ننجز عشان ما نطولش. انت عايز تقول المقترحات؟ اه طيب. بالنسبه للغلا، فاكرين حلقه النوم؟ فاكرين ايه حلقه النوم دي؟ الحلقه اللي كنا بنتكلم فيها عن النوم؟ الناس تنام كتير. احنا عملنا حلقه نتكلم فيها عنه. اه انت كنت نايم. المهم ما هو الحلقه عن النوم المفروض يبقى بيرقص. انت ادرى. يعني في حاجات احنا شايفينها ان هي اساسيه، لا هي حاجات بديهيه، يعني مش هنموت لو ما كناش عادي. فممكن نعمل مقاطعه لحاجات معينه. بص جو المقاطعات ده ما بينفعش. عمروسي بيحط السم في العسل. يقول لك بقى نقاطع بس وبتاع، يعني هم اصلا ثلاجتهم مليانه. انا عندي نقطة. انت يعني ما هو الشخص ابو بيبدأ بينزل بنفسه. يجيب كل الحاجات دي الصبح. ما هو الشخص يبدا. بيجيبوا لحمه عادي. يعني هم اصلا ساكن جنب شفت عندهم الجزارين. بيض على فكره عادي. عايز أقول شفت حاجة. عندهم فراخ. أنا عايز أقول حاجة تانية. ولسه محاسب الجزار ده. بي- الجزار جاب لي الفاتوره بتاعته. طب أنا بيبص السم في العسل. عايز اقول حاجه. بقول لك انا عايز اعرف ابوه بيبعت لي انا ثانية بس. انا عايز اقول حاجه. بيراجع معاك اصلا. انا عايز اقول حاجه. ثقة. انا لو حطيت تحيه السم، تحيه للحاج عشان لو أنا حطيت على راس السم- تعالى الانكل سعيد عرف. لو انا حطيت السم في العسل، العسل كده مش هيتاكل؟ لا ليه؟ هيتاكل ازاي؟ يعني هو العسل يرفع ايده ويقول لك انا فيها سم؟ لا ما انا هدوقه. هنا على طول الصبح بيفطر ما هو بعسل فيه سم. السم ملوش طعم. بس العسل ليه طعم. لا ثواني، انت جربت السم قبل كده؟ انا جربت السم وقعدت ملوش ازاي طعم. لغايه دلوقتي؟ ما انا كان معايا الترياق. معاك ايه؟ ترياق. كمل بقى. انا قلت خلاص. عند البربق اللي هناك اهو. انا قلت المقترح بتاعي. بقول لك ايه، بص انا هقول لك على حاجه. احنا يعني نعمل مشروع جديد اللي هو ايه، عربيه. احنا قبل اي حاجه يا جدعان احنا عايزين نوصل الفيديو ده لجامد جدا عشان نلم فلوس الدكتور اللي هنعالج عنده الجوز دول. مبدئيا احنا طب انا عندي انت جيزه؟ اللي طلع جديد. شفت ايه؟ شفت الحوار اللي طلع جديد ده واتعمل ترند دلوقتي؟ ايه اللي هو بيقول لك ايه بقى؟ يعني اللي اتجوز خلاص يعني ماشي. طب اللي لسه هيتجوز هيدفع. طب اللي ما اتجوزش ايه هيدفعوا كمان؟ تخيل. هدفع ان انا ايه بقى؟ لا بيقول لك ايه بقى؟ الناس- يعني انا ما ده اتجوزتش. زي امان. ده اللي احنا قريناه امبارح. اه بتاع اللي عدى سن الرشد ولسه ما اتجوزش هيدفع غرامه. مالك؟ قريناه امبارح. ايوه صح انا كنت سن معاك. الرشد، ده انا كده المفروض اضرب بالنار. انت اصلا اسمك رشد يعني. انا اسمي عبد الوهاب الرشد. تخيل. اه. يعني انت ما اتجوزتش او اتجوزت او هتدفع غرامه. هدفع ايه؟ اسمها ايه؟ يعني أقول لك. اللي انت غرامه عندك بقى ايه؟ ضريبه مش عارف يعني مسميها زي ما يعني تسميها. دي زي ضريبه الكاسيت. مش عارف ده بقول لك ايه؟ قال لك العربيه فيها كاسيت. دلوقتي ما انا شاريها قال لك بالكاسيت. قال لك ايه؟ قال لك اللي عربيته فيها كاسيت يدفع غرامه. ما دي العربيه كلها فيها كاسيت. باشا دي كمان واحد عند الدكتور. لا انا لا، كنت بجد. هقول حاجه فقلت هي حاجه النقطة كلها ثانيه. في ايه؟ انت دلوقتي الزواج ده للقادر صح؟ طب الشخص اللي غير قادر يبقى عبقاتر اللي هيلعب بكره ويلعب بكره. فالنقطة كلها في يا بابا جيلي من هنا جيلك من هنا. فيدفع بقى. اه مش انت مش قادر ومش هتتجوز تبقى عبقاتر وعبقاتر بيدفع. بس خلاص. بقول لك ايه، بص هو ان شاء الله ربنا هياخدنا كلنا. هيخرجنا منها على خير. يعني احنا دلوقتي نتجوز ولا ما نتجوزش؟ عشان احنا هنا هندفع وهنا هندفع. لحظه ماشي، انت مالك بالموضوع بقى؟ تعال. ثواني، لا ثواني، انت مالك برضه بالموضوع؟ على الاقل انا مش ممانع. يعني ايه مش مانع؟ هو انت يا ابني جوايا ليه مش مانع؟ يعني إيه؟ احنا دلوقتي بنتكلم على قضيه راي عام. طب بس انت في حد رفع سماعه التليفون وكلمك؟ طب احنا دلوقتي بنتكلم عن قضيه معينه قضية. تمام، بنناقشها مع مجتمع، صفيه زغلول كانت ماتت الساعه كام؟ بنناقشنا مع مجتمع تمام. صفيه زغلول ماتت الساعه كام؟ 4:30. المهم دلوقتي تمام. 5 الا تلت عشان تهفق. يا الله شعرها هيتأثر. المهم دلوقتي احنا بنتكلم على الصفيه زغلول دي بتاعت ليه بيداري كده ولا ده؟
لا دي التانية سعدية زغلول. طب عشان بس ننجز بس القضيه يابا، القضيه يابا. القضية يابا. دلوقتي انت مع حضرتك خارج حقوق دلوقتي مع دارس ان قانون؟ انت تتجوز، دارس قانون. تتكلم في القواضي ليه؟ تتجوز وتدفع مهر بقى وعفش وشقه ومش عارف وعروسه واهلها هتدفع عروسة؟ كل المهم يعني فاهم. هتشيل انت الكلام ده كله حلو. ولا لا ما تشيلش. وهتدفع غرامه كمان حلو، وهتتشال من التموين ولسه طبق البسبوسه اللي هجيبه وانا هتقدم مثلا. لا بس انا بالظبط. والصباحيه والصباحية مالها؟ وانا هدفع في الصباحيه. في اكل بيروح. لا ده من ابو العروسة بقى ما عرفناش. ما هو يا باشا مين الكلام ده خلاص. طب بس افرض ابوها مش موجود، وشهر عسل. هتعمل ايه بقى انت؟ لا وشهر عسل كلم ابوك بقى. فانت ما تقرفوناش يعني. هتدفع ده كله. ايوه غصب عنك. مقسوم الكلام. ولا بتتجوزش وتدفع لك غرامه كده في البوكس كده. طبعا اتجوز. طب مش كده كان هدفع؟ لا بس يبقى اتجوز. بتشوف الاوفر. مالك؟ الاوفر بص يا عمروس، احنا الفلوس دي اخر حاجه بنتكلم فيها، لانها مش موجوده. وطول ما جت في الفلوس الحمد لله بسيطه بتتعوض يعني. حلو. انت اتجوزت بقى دلوقتي؟ لا عشان معيش فلوس. عرفت الرجاله كده. والله ولو جت الست. طب انا اتجوز يقولوا الراجل. واسيب قعدتنا الحلوه دي لمين؟ والله. والناس اللي حبايبنا اللي بيتفرجوا علينا. انا مش عايز اتجوز عشان ما اسيبكمش لوحدكم. لايك لوحدكم. وشير واشتراك في القناه. ولو في عروسه انا رقمي 011 4. اهم حاجه تكون سريه من الكويت. بقول لك ايه، كلمنا عن جروب الكويت. شفت ده اول ما ادينا له بص اللي 100 جنيه واحد عمل جروب سموه مطلقات الكويت. اول ما وصل 100 جنيه عملوا ونام صحي لقى 100,000 ممبر. طب ازاي؟ ايوه ما دينار انت بتهزر. خلاص الدينار ضرب الشهر هناك الفكره مش في كده، 400 الفكره دينار. ان في 100,000 واحد جات لهم الفكره ان احنا نخش نكتب في السيرش على الفيس مثلا مطلقات الكويت. انت فاكر اللي زي احنا بنفكر بشكل مرعب بجد. الموضوع ده يخض. احنا في مصر. لا احنا جامدين. اصل الفكره انك ايه، انا ممكن اعمل فكره افتكر ان دي فكرتي انا، ان الواحد. مفيش حد في الدنيا يفكر فيها، لكن ان انا انام اصحى الاقي 100,000 واحد بيفكر فيها، وفي ناس فعلا نفذت وتطورت. ده غير اللي ما دورش، ده حوار بجد يخوف. يا جدعان احنا شبه بعض جدا. ايوه يعني مفيش حد فينا كرييتيف. لا احنا شبه بعض. الحاجه دي بتحصل بالذات لما تبقى في طريق وماشي بالعربيه وبتاع، فايه في طريق مختصر فتلاقي ايه. لا انا تلاقينا كلنا في المختصر. وسايبين العمومي. ما هو كلهم هنا يعني. شلت الزحمه من العمومي بقيت في المختصر. انت بتعمل كده. لا بس ثانيه شهاده لله انت ما بتعملش كده. ليه؟ لان هو بيسيب العربيه تلاقيه يركب ميكروباص. يركب ميكروباص يمشي بيه في المختصر. لا عشان غلاء البنزين. هسيب بكره هو والسجاير صح. ايه؟ البنزين والسجاير عايزين يروح فين؟ يعني لما اللتر يبقى ب 10 جنيه انا استفدت ايه بقى دلوقتي؟ عادي انا بابا تولع السجاير. اصل السجاير دي ثانويات. انا ماليش الناس دي على فكره. لما تزيد الناس ما تشربش. شهاده يعني. لا خلاص بس كفايه كده. بقول لك ايه، احنا كفايه كده النهارده بجد عشان احنا كده. طب ثواني. طب يا باشا انت دلوقتي اللعبه دي انت مقتنع ان هي بتتلعب ازاي اصلا؟ عشان انا شايفك عمال تلف فيها وخلاص. كفايه اللعبه دي عشان انا بلعب فيها عشان عايز اكسر. انا نفسي اعملها صح. ما تعملها. لما تعملها بتعادل. ما هو الكلام ده 3 مواسم 4 ولا حاجه. 3 مواسم؟ تختار معانا ربنا. انا نفسي اعرف اللعبه دي اسمها ايه بس الاول. اسمها كوروكي ولا فروسيه ولا اسمها فروسيه. هي في حرف الكي. انا قلت قبل كده اسمها مصطفى. حلو هنعملها. وفروسيه فيها كي. باشا دي هنسميها اسمها مصطفى. حلو كده. وهي كده مبسوطه. هي كده حلوه. هي كده حلوه. هي كده جايه كده. يا اختي قوم لم الغسيل بقى. يا اسطى بص احنا كده اتعشت ليه؟ عشان بصراحه لا مش قادر الصراحه. ده على اخر عصير. شاربين بيبسي. شارب بيبسي. اعمل كده قول بيبسي عشان ما بقاش اعلان. قبل كده ما تقولش بيبسي يعني. انت انا اسف كده حاجه ظاهره. بالنسبه في الاول تروبيكانا ومانجا ده مش اعلان ها يعني. لكن لما نقول الرحمن اللي في امبابه يعني تحيه خاصه لشركه بيتي، شركه ايديتا وعم شركه ايديتا. والله بجد انا متفائل خير. عارف يا اسطى شركه ايديتا دي تعمل اعلان جامد جدا. تروح جايبه بقى ايه مريم فارس وخالد يوسف يعملوا اعلان. انا عندي وربنا ترند يا اسطى ترند. انا عندي حاجه مهمه بس بقول لك ايه، انا عايزك تضيف للكلام ده جمانة ومراد. يا جدعان مهضومه في السينما المصريه يا جدعان. جمانة ومراد والله بجد ممثله جميله والله فعلا. دي حقيقه. بس بقول لك ايه يعني في ناس انا بحبهم وفي ناس بحبهم. عايز رايي يعني تونس ما جالناش منها حاجه وحشه. دي حقيقه. معلول صح يا جدعان. معلش انا بيقول لك علي معلول.
وعلي معلول هو طبعا علي معلول. ماشي. بس دي ميولك، انا مش هقدر احكمك عليك يعني. انت حر. ما انا ميولي، انا يعني انا راجل متدين، فانا لما بتكلم حاجه عن الكوره احنا شايفين انتوا بقى حاجه ثانيه. زي احنا انت دلوقتي على هدفنا مش مقتنع. انت منتخبك المفضل المانيا؟ لازم نبقى هدفنا سامي، لازم نبقى هدفنا سامي؟ سامي. انا ماليش دعوه بالكلام ده. ما هو دلوقتي الهدف السامي ده معناه إيه؟ لا انا هدفي معروف. ما ده غلط. مريم فارس ده هدفي. يا جماعه الراجل المحترم القلبوزه اللي قاعد ده هدفه جمانة مراد. انت بقى هدفك علي معلول، دي قصه ثانيه. بس انا معلوماتي انه متجوز ومخلف، يعني راجل ستريت. هدفي ان بكره نكسب ان شاء الله. ليه؟ علشان انا نيتي خير، انتوا بقى نيتكم حاجه ثانيه. على فكره احنا نيتنا خير. معلش يعني انا هفكر في مريم فارس تبقى نيتي خير ليه؟ اكيد نيتي مش خير. لا لا ليه احنا ما بنقولش الكلام ده. اتمنى لها انها تعتذر وتقعد في البيت، ما ده مش خير. بس انا بقول لك ايه، لو اعتزلت في البيت هتعمل ايه؟ انت هتتجوزها؟ هتجوزها احنا موافقين وسطرها. خلصت زيطه يا باشا. زيطه يا كده دول ثانيه بس معلش، هي البت اللي كانت طالعه في فيلم يابا استنى يابا. انا بس في حاجه اهم. طب ايه؟ حاسس انهم طلعت. نغير يعني في حاجه طب لا واحده امك اسمها ايه؟ يمين يا يا عم. مين يسري اللي في الفيلم اللي كنت بتفرج عليه من شويه ده. هدى المفتي. البت دي مش حلوه خالص يا جدعان. لا هي مش، بص هي يعني طب رد انت عليك مقبوله. هي بالظبط انت فاهم، لكن ما تقنعنيش ان ملكه الجمال الكون. طب بص هي برضه وجهات نظر يعني. لا البت دي وحشه. هي بص هي مش شايف تمثيلها حلو. لا انا مش بتكلم على تمثيلها، هي اصلا حماره برضه، بس هي البت دي وحشه. معلش بس لحظه، احنا مخطوبين. بس هو بيقول ايه؟ انتوا اللي مخطوبين يا جماعه. غيروا الموضوع يا جماعه. انت بتعالي صوتك ليه تاني؟ على علمك انت لو سالت اي حد شعر يقول لك البت دي وحشه. لا بس بص في بنات حلوه، احنا قلنا في بنات حلوه. طيب دلوقتي اتفضل. تتوقع ايه للقناه بتاعتنا؟ تتقفل. احنا بعد الكلام اللي احنا قلناه دي ننزل يا الله. اصل ده دوره، هو مش طالع في الكاميرا عشان كده. انا فاهمه. هو ده دور. انت بتعالي صوتك تاني؟ انا فاهمه. انت في عندك مشكله في ايه؟ يا الله. انا مش طالع في الكاميرا عشان وسامتي المفرطه. لا علشان انت خايف على دلوقتي اللي بيقولوا لا يسأل عنه قانونيا. ليه؟ انا هقول لك ليه. لا لعلمك انت عارف ان صوت الانسان ليه بصمه؟ بالظبط، يعني زي كده بالظبط. شفت ده من الجيزه. انت جيزه؟ انت عارف ده بيسموه في الجيزه؟ خلاص ماجد. عارف انت بقى مين ماجد ده؟ ايوه ماجد اللي هو كابتن ماجد. او كابتن ماجد ده قال كلمه اثرت فيها جدا. قال لك ايه؟ دلوقتي قال لك تتوقع ايه؟ لو صاحبك ما وقفش في ظهرك ما بقاش صاحبك. لو ظهرك ايه؟ يابا دلوقتي بس هو كان منزل صوره على الكلام ده. تتوقع ايه القناه بتاعتنا؟ هتتقفل من انت تقفل. طيب انت تتوقع ايه الفتره اللي جايه لينا؟ ان شاء الله. بص احنا هنروح هناك. طب كده خلصنا خلاص. انت كده خلاص؟ انا شايف ان هو انت كنت بتلبسي جاكيت؟ ايه كده خلصنا خلاص انت مزين. يلا نمشي. يلا نمشي يلا. قصدي يعني لا خلاص احنا ان شاء الله نوعدهم ان احنا نعمل لهم ايه حلقه بكره ولا امتى؟ هو اصلا كان في حاجه المره اللي فاتت المفروض هنتكلم فيها المره دي. اللي هي نسيت طبعا صح؟ ما انا مش متجوزك. احنا دلوقتي ولا انا متجوزك، احنا دلوقتي مذيعين زي بعض. حلو. المانيا ولا الكلب. دلوقتي يا ابني انت عيان دلوقتي، والراجل ده نفسه هو اللي فتح الموضوع. انت مش مذيع. قلنا ايه؟ هنتكلم عن المدرسه. ايه المدرسه؟ مش انت قلت الحلقه الاخيره اللي هي اللي فاتت؟ ذكريات المدارس. اتكلمنا عن ذكريات المدارس. ذكريات المدارس حاجه بسيطه كده، اللي هو قول جملتين. انا كنت في المدرسه، يعني الحاجات اللي فاكرها اول مره كان نتكلم من اول. ماشي بس انا كنت في المدرسه من الناس المحترمه، كنت شاطر وكنت غلبان ما بعرفش، وانا لغايه دلوقتي غلبان يعني ما بيطلعش مني لعيبه طبعا محترم. قول دورك انت. وعلى فكره ودي استاذ زينب يقدر ياكدها. طالما الموضوع فيه كده خلاص. في المدرسه كنت بتعامل معامله الناظر. انا عارف ايه. عشان بدوي؟ لا بدوي كان بيتعامل معامله المحافظ اللي جوه المدرسه. بدوي ده كان بيبقى داخل المدرسه كلها مستنيه بجد والله. انت حضرتك كنت عامل ايه معامله؟ وكمان لا بدوي يعني كان خيره في كل تليفون. ما شاء الله. بس انت كنت عامل ايه بالطريقه دي؟ كنت بعمل ايه معامله النظر عشان كنتش بروح. لما كنت بروح كان الناس فاكرين في حد مهم من الوزاره جاي. انا كان ظهوري نادر جدا في المدرسه. انا متاكد انه من الناس اللي كانت بتقعد اول صف. انا عمروسي ده انا كان ممكن انزل ما اروح المدرسه من غير ورقه وقلم وكتاب واي حاجه، عارف ان هلاقي مع عمروسي.
هتلاقي معمول ايه ده الوحيد اللي عارف ما كان في قلم زمان والله لسه فاكره انا بس كان بيبقى قلم حبر كده قلم عادي بس جواه حبر بترتر. فاكر القلم ده بتاع البنات. ما اعرفش هو اصلا ما شفتوش مع حد ولا اولاد ولا ده بنات. كان مع البنات. يد اللي هو عارف يقصد ايه؟ القلم اللي هو بيبقى فيه زي جليتر كده. ايوه هو ده ابن اللعيبه هو القلم ده. الجليتر ده بتاع البنات. ايوه ما هو يا لا القلم كان بيكتب حاجات بتلمع. انا كنت مبهور بالقلم ده. هو عمروس بيجيبه. ده كان معاه منه الوان كان في منه بنفسجي واخضر. هو كان البنفسجي اكتر واحد كان مشهور. واخضر كان في منه اخضر صح يا ابني ايوه وصح الواد ده كان فنان. ما كان بيجيب كان عشان فنان كان بيجيب عشان والله العظيم. لا لحظه بس انا ودني تعبت اعمل ايه بقى اعالجها ازاي؟ العصير بيقوي الفيتامين بس بيقوي الجرجير كمان يا باشا. شوف طبال على رجلك الطبله. كنت اقول لك ايه الواد ده كان فنان في المدرسه. كان الكشكول الرسم بتاعه يا اسطى بجد كان فنان. كان بيرسم برجليه. لا كان رسام الصراحه. ما هي الفكره في الالوان. لا اول حاجه تطلع مفيده منه حلو. لا كان رسام وخطه حلو. النقطه كلها خطه لا خطه حلو. لا هو خطه حلو فعلا. ده حقيقي. على فكره هو عمروسي شكله يعني اللي هو من الناس المهتمه قوي في المدرسه يعني. لا انا بقول لك ايه انا لغايه اعدادي كنت كده زي ما انت بتقول يعني محترم بروح احضر. انا ثانوي كنت بروح انا لغايه اولى ابتدائي كنت كده. لو انت ما كنتش فاكر. لا انا بص انا لحد رابعه ابتدائي لحد ما بدات اتجرب سكه الكوره. ومستر ايهاب اطلق عليا اسمي مش عارف كان اسمه ايهاب ولا هاني حاجه كده يعني مش فاكره. ده انت بتتكلم في الابتدائي؟ ما كناش لسه اتقابلنا. لا لحد ابتدائي. لا ما ساعتها يا اسطى عمي خدني رحنا جبنا تيشيرت البايرن وتيشيرت ارسنال من بابا صالح. ايوه ماشي. وكنت لابس ساعتها طقم البايرن وكان جايب لي ستارز ببزوز وبتاع. حلو ده. وخدنا عند الاستوديو عشان يصور لي صوره للذكرى. الراجل بقى اللي بتاع الاستوديو صورني ازاي كان فنان. واحد داخل لك لابس ستارز وطقم كوره جامد اللي هو الشراب الطويل اللي فوق الركبه ده. لا يا ريت ده حط لي جيتار كده قدامي وصورني بيه. انا لحد النهارده مش فاهم فكره الجيتار اللي انت تحط لي كده تصورني وتغطي لي الشراب ونص الشورت والستار. ما عندكش كوره ما تفتيش. ما عندكش كوره صورني واقف. والله يا اسطى انا الصوره دي عندي. الراجل ده العسل ده فنان. عارف البركه مش كان في استوديو جنبيها؟ عارف الاستوديو ده؟ كان فوتوشوب بقى مش عارف اسمه ايه اللي هو جنب البركه اللي في ارض الجامعه. هو الاستوديو ده الله يحرقه يا اسطى والله العظيم. الله يخرب بيته والله بجد والله. كانت صور كانت تبقى حلوه وكانت ذكرى حلوه. حط له الجيتار حط لي جيتار كده بتقول انا مش فاهم لحد النهارده ايه علاقته بالكوره. هقول لك ده تامر حسني في الملعب. مش عارف الواد ده بيلعب كوره مزيكا. هو ادينا ذكريات الزباله اللي انت كنت بتعملها. كان بيعزف في الملعب. انجز. كان بيأدي الحانه. كان معايا بنت اسمها سمر في المدرسه كانت مشهوره قوي. حلوه. كانت حافظه جدول الضرب بعد 12 يعني كنت سالها بعد 12 كانت حافظاه. كانت مشهوره قوي. انا دلوقتي مش حافظ. انا ما اعرفش ان في جدول ضرب بعد 12 اصلا عرفت منها. البنت كانت لعيبه بصراحه. وال 12 ما بنضربش الاثنين في بعض. انت مين قالك تتكلم في الرياضه دلوقتي ليه بقى؟ انت دخل نفسك في الاول اهو الباشا محاسبه. لا مال المحاسبه بالرياضه. ثواني بس سؤال مهم بجد. المحاسبه دي مش فيها ارقام. ايوه بس الارقام دي عباره عن ايه؟ حساب. ايوه ماشي بس الرياضه دي اللي هي كره يد كره طايره الحاجات دي ايه العلاقه صح؟ ده كلام جميل قوي. سبورت يعني سبورتس سبورت اللي هي بين سبورتس. حضرتك لما نخلص الكلام خلصنا اتفضل. لا انا ذكرياتي كتير ما تتحكيش. هحكي لك انا موقف. قول يا باشا. مره برضو كنا قاعدين كده ما كناش في نفس المدرسه بس سمعنا ان عمروس ده وقع عليه شباك الفصل ودماغه اتفتحت وحوار كده. يا ابني ثواني ده يعني ما دي ذكريات مدرسه برضو. لا ده حاجات كده ده حاجات مضحكه جدا. والله اصلا قاعدين كده انا سمعنا ان عمروس وقع عليه شباك الفصل ودماغه اتفتحت وبيلفوا بقى على المستشفيات. انا فاكر القصه دي. على طول هو كده. ايه الذكريات؟ انا حوادث انا كان حوادث كتير قوي في ابتدائي يعني. كان عندي حته حلوه قوي يعني. انا لو رحت مثلا ابتدائي رحت اعدادي رحت سنه اي مدرسه اروحها لازم ابقى مشهور فيها بايه؟ تعويره معينه اقع على حاجه ادوس على مسمار. عم زايد يجري وراك في الشارع. بقول لك ايه هو عامل زي سبايدر مان في اول فيلم. طب اكلمك عن موقف. اكلمك في موقفين بقى حضرتهم. لا انا عايز واحد بس. كانت محلات البلاي ستيشن ما بتقدرش تدخلنا بسبب المدرسه في ابتدائي. ليه بقى؟
عمروسي كان بيمسك الدراع بيتعامل معاه معامله الطبله كده. طول ما قاعد عمال بيعمل على الدراع كده، فالراجل يعني خاف على دراعاته. طبعا. شوف دلوقتي بقى يتمنى نروح دلوقتي ما هو اللي بيخاف. لسه كنا بنلعب بالشين 5 من كام يوم اتعتهنا. شفت الدراع كان عامل حلو ازاي؟ جميل. لا يا اسطى الكاميرا كانت بتلف معانا، كان حد ظابط الكاميرا ظابطه معانا كده، واحنا عجبتنا الطاوله دي فاحنا مكملين فيها. يا اسطى مبدئيا انت بتشوف بتلاقي الكاميرا بتلف معاك كده، فانت بتبصي باصص في حته ثانيه وتلاقي الكوره راحت في حته غير اللي انت عايز توديها فيها بس مبسوط. بس انت مبسوط بالعبط ده. بس مبسوط. لا بجد ذكرياتي على المدرسه بقولك كتير، يعني هي حته الحوادث دي ماشي، كنت بهتم بقى بالرسم بقى، الوان، الكتابه، النحو بقى، الجو ده. بس جيت بقى اول ما دخلت ثانوي الرسم والكتابه والنحو كله يعني لغه عربيه وكده. ما تتكلمش تاني. الرسم في اللغه العربيه فعلا. والصرف بقول لك ايه، الصرف عمروسي فييس. بالظبط فييس كده. استنى بس، كان في حاجه كده كان لازم في فاكر اعدادي كنا نعمل ايه؟ حكشه. رجع الحكشه. ده الحكشه دي معايا من ابتدائي، من سته ابتدائي، من قبل كده والله. تمام. هو انتوا ايام سته؟ سندوتش ايه؟ انتوا دخلتوا سته؟ اسمه ايه؟ احنا دخلنا احنا اتطبقت علينا سته. ايوه احنا اصلا طول عمرها كانت 5 ابتدائي اولى اعدادي، احنا كنا في 5 ابتدائي طلعت في دماغهم هنعمل 6. طب اصبر على يعني شهرين امتحن واروح اولى، لا هتلبس 6. انتوا يعني لبسوا سنه كده عبط. والله. انت عارف ان السنه اللي لبسناها عبط دي كانت سبب في اننا نقابلك على ابواب؟ ليه بقى؟ وانا قابل هنا. ما هي السنه دي عرفتنا على ناس تانية. بالظبط. ما 6 دي لمت ناس من مدارس مختلفه. انت فاهم؟ يعني انا كنت في مدرسه، عمروس ده كان في مدرسه. 6 دي راحت لما ناس. انت فاهم؟ فانا اتعرفت على عمروسي وبدوي ومش عارف وفلان وفلان وفلان. جماعتها حلوه بس مش كلها يعني. لا اسم الله عليك، اسم الله عليك. لا بص انا هزعلك. ايدك لبيدك. اسم الله عليك. ايدك لبيدك. دي لعبتي. ايه اسمها ايه؟ خليك في حالك. ايدك ليه؟ لبيدك. يعني يبيدك. ماشي. بس فايه؟ بس معلش انا خلاص صفحت الصرف. طيب الصرف يابا كنا نجيب السندوتش ده وبعدين نخلص وبعدين نقوم جايبين بقى. انا كنت من الاغنياء اللي بجيب 75 جنيه. كنت بجيب تفاح. انا كنت بشرب صوبيا على تمر وكنت بشرب تفاح الاثنين. بس كان اكتر صوبيا على تمر ده ان هو كان ترند الفتره دي. انا بتكلم عن النحو والصرف وانت دخلتني في حاجه ثانيه. طب انجز، الناس مش انت مش عمرو دياب. لا احنا قلنا بقى دي الحلقه الجايه نتكلم فيها عشان الموضوع يطول شهر. خلاص نتكلم فيها الحلقه الجايه ونتكلم عن سندوتشات الجبنه بالحلاوه. بالظبط. الحكشه. طب انت بتعمل ايه؟ نسلم عليهم. انت متهور على فكره. نديهم بقى. ما دوستش اصلا. يعني حد عايز يقول حاجه النهارده تاني؟ حاجه غير ان احنا ان شاء الله بكره نتفرج على الماتش وان شاء الله في اقرب فرصه برضه نبقى معاهم. تمنياتنا بالتوفيق للفريقين ان شاء الله. لا لفريقنا انا اهلاوي، انا عايز الاهلي يكسب برضه للفريقين. لا هي الاهلي وان شاء الله مش عايزين نخسر بعضنا عشان ماتش اهلي وزمالك. من التعصب. نفس الجمله نفس المعنى ملهاش اي لازمه. لا انا قلت نتمنى التوفيق للفريقين. التعصب مش عايزينه لو سمحت. الاهلي يكسب صح؟ الاهلي لازم يكسب. حفل على زميلك لكن بكل ادب. بالظبط. بكل تناكه وقرف. لو الاهلي كسب بكره ويحبوا بعض هنضرب الزملكاويه عشان احنا مش متعصبين. هنحفل على زماويلنا بكل ادب. زماويلنا احنا اصلا متفقين ان احنا خارجين بكره. اصلا انا ما كنتش شاطر في الرسم والنحو. زماويلنا بقول لك ايه، يلا خلاص عايزين حاجه؟ بدأت كده